as the Grand Egyptian Museum. وحشتوني أوي أوي أوي. تعالوا معايا شوفوا أنا فين دلوقتي. أنا في المتحف الكبير. تعالوا شوفوا معايا بقى، في إيفنت وفي حاجات حلوة ومهرجانات. نيجي بقى نتفرج على آثار مصر وتاريخ مصر وعظمة مصر وتحيا مصر. وشوفوا بقى معايا كده المسلة ورايا اهيت. ومعلش احنا بالليل تأخرنا المواصلات والطريق زحمة حبايبي. تعالوا بقى شوفوا معايا بقى، خدوا جولة معايا بقى في المتحف مصري. يلا تعالوا. اهو ده كبير أوي. مدينة ساحرة بناها الإسكندر الأكبر وسماها على اسمه. مدينة كاملة نايمة في الأعماق، أعمدة، قصور، تماثيل. اسكندرية حكاياتها ما بتنتهيش. تقدم حضارة. مراكب الشمس، مراكب الملك خوفو، أقدم وأضخم مركبتين في التاريخ. لقيناهم مدفونين جنب الهرم الأكبر، لسه بحالتهم بعد آلاف السنين، والأهرام ما فيهمش مسمار واحد. المراكب كانت بتنقل جثمان الملك في آخر رحلاته للبر الغربي، عشان حسب معتقداتهم
يدفن ويحنط باحتياجاته في العالم الآخر. مركبة يا ولاد، مركبة فرعونية. من 103 سنة وفي أوائل شهر نوفمبر زي دلوقتي كان في ولد صغير اسمه حسين عبد الرسول، في إيده جرة مية حطها على الرمل، عملت صوت غريب، مد إيده وحفر، لقى درجات سلم في نهايتها باب عليه ختم ملكي. الولد الصغير ما كانش يتخيل إنه كان واقف قصاد أعظم اكتشاف أثري في الدنيا، مقبرة الملك توت عنخ آمون. جري ونادى على هوارد كارتر، مستكشف إنجليزي، بدأ البحث عن مقبرة الملك من سنين طويلة وكان قرب ييأس. كارتر اتفاجئ من كلام الولد، شال الأختام ودخل. المقبرة كانت كاملة زي ما قفلوها جدودنا من 3000 سنة، كان فيها ذهب ملوش مثيل. ولما فتح تابوت الملك ظهر القناع الذهبي، شيء مبهر، ومعاه 5952 قطعة بتتعرض كلها هنا ولأول مرة في المتحف المصري الكبير. وبكده خلصنا خلاص المتحف، وشفنا التماثيل وشفنا الآثار مصر وقدماء المصريين. تحية طيبة ليهم، وحاجات إبداع 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 إبداع، وأنا مبسوطة وفرحانة قوي. ومع السلامة. مسلم.